3 اكلات مهما كنت اكيل مستحيل تقرب لها، ورقم 3 اكيد كلت منها قبل كده. رقم 1 هي اكله اسمها وورثوج انوس، ومش هعرف اقول لك معناها، انا هوريك هي ايه. الحيوان ده هو الخنزير البري، وده حيوان مقرف جدا. واستنى، مش هو ده اللي بيتاكل. اللي بيتاكل هي دي، بتكون على شكل حلقات وبتستوي من غير ما تتنضف كويس، يا دوب بيضغطوا عليها علشان يخرجوا اللي جواها وبعدين بتتشوي على طول. والطبق ده موجود في بعض مناطق افريقيا، والشيف ومقدم البرامج التلفزيونيه الراحل انتوني بوردان اكلها مره واحده في نامبيا كجزء من برنامجه بدون تحفظات، وقال عليها بعد كده ان هي كانت اسوأ وجبه كلها في حياته. الطباخين هناك بيقولوا ان الاكله دي مغذيه جدا ومصدر مهم للدهون، والمفاجاه ان في ناس بتعتبرها اكله فاخره. رقم 2 هي الروتين ايجز او البيض الفاسد، ودي واحده من اغرب الاكلات في الصين على الاطلاق. البيض ده بيتحط في خليط من الطين والرماد والملح، وبيفضل مدفون لاسابيع او شهور، والنتيجه بتكون لون اسود وقوام هلامي مش مفهوم. الناس هناك بيحبوه مع الرز، وبيقولوا ان طعمه قوي جدا واحلى من البيض المسلوق. رقم 3 ودي اكله مصريه، وهي ملك الروائح الغريبه. ايوه بالظبط كده، هي الفسيخ. الفسيخ سمك مملح ومتخمر لفتره طويله جدا، وفي ناس كتير بتعشقه وبتستناه كل سنه، لكن الحقيقه بالنسبه لاي حد مش مصري دي حرفيا كابوس بمعنى الكلمه. ريحه تضرب في مناخيرك من بعيد جدا، والطعم لاذع والقوام طري جدا زي ما انتم عارفين. ومع ذلك هي اكله بنعتز بيها كلنا وبناكلها بكل فخر في شم النسيم. ما تنساش اللايك والفولو، ولو على اليوتيوب اشترك في القناه.